عاملين ايه؟ تعالوا بقى نعمل ايه الكلاوي يا جماعه. طبعا انا متبلاها، حاطه طاسه ايه على النار، بس هقول لكم بعد ايه هتدوها بس، وبعد كده هقول لكم ايه انا تبلتها ازاي. عشان دي كان ايه بالظبط. احنا عايزين ايه نعمل كده، ايوه كده، وانا موطيه خالص. معاكي هنا بصل، معاكي فلفل، طبعا ايه معانا كله مش مظبوط، انا عندي صباع. المهم خلينا في ايه، في مرجوعنا دي كلاوي يا جماعه اهي. تمام، انا مهديه عليها خالص تمام كده عشان الزيت يعني. كلاوي، فلفل، بصل، ليمون، خل، ماجي، التوابل كلها اللي عندك. انا بعمل كل التوابل يا جماعه على بعض، بجمعها اي توابل بحطها، وبعد كده احمصها كويس، بعمل منها الاكل رهيب يعني، بيطلع منها حلو قوي وايه، والنتيجه بتبقى هايله. معاكي الفلفل، معاكي الليمون، ومعاكي الخل. يعني ايه هعمل كده، معاكي بقى الزيت مع البصل مع ايه الفلفل، عشان لو نسيت اقول لك حاجه، وحبه ملح. تمام كده، وحاطه اتنين ايه، اتنين ماجي اللي هي اللحمه. تمام، انا بجيب علبه الماجي واخليها ايه عندي يا جماعه، والتوابل بيبقى فيها الماجي، وحاطه حبه ملح، خل والليمون. تمام كده، وتقعدي بقى ايه تشوحي فيها يا جماعه. نعمل جنبيها حبه مكرونه، حاجه خفيفه وسهله وبسيطه. معاكي كاري وكركم، حاطه معاهم بابريكا مدخنه في التوابل. كاري وكركم كانوا في التوابل وورا التوابل، انا ضايفاهم مرتين. طبعا الكاري والكركم يا جماعه ليهم فوائد كتيره حلوه جدا، فطبعا انا مستغنيش عنهم خالص في الاكل، اي اكل ما بستغناش عنهم. تمام كده، تقعدي بقى تشوحي كده ايه، الاكله سهله وبسيطه وما بتاخدش ده. عايزه تكتري بصل، انا متبلاها قبليها. عايزه تخلي المقادير كلها لوحدها وتشوحيها لوحدها وتحطي المقادير براحتك. عايزه تتبليها تدي نتيجه اعلى كمان. طبعا ما عنديش صويا صوص ولا دبس رمان ولا كده، بيديكي تست احلى لانه اعلى، لان هو طبعا يعتبر الحاجات دي اللحوم والحاجات دي بتبقى من الشوي. تمام، فبيديكي طعم احلى وابيض ويعني رهيبه. تمام، انا بقول لك ان انا بجرب، انا بنزل لك الحاجه اللي انا مجرباها، انا بجربها وكل